مساء الخير او صباح الخير على حسب بقى ما تشوفوني. النهارده هنعمل روتين كده خفيف كده، وهقول لكم على حاجات يعني تعملوها كده في البيت هتخفف عنكم بقى شغل البيت بقى ومنظمات وحاجات كده كتير. وهنبدأ بقى بالبلكونة. بصوا انا عارفة ان احنا اكتر حاجة بتتعبنا وهي غسيل او التطبيق واي حاجة متعلقة بالهدوم، بس في نفس الوقت دي الحاجة اللي احنا يعني مخلوقين علشانها. طبعا احنا كأمهات يعني هنصبر كده نفسنا وهنقول كده لا، طبعا احنا مخلوقين علشان حاجة زي كده. وهي الام يا جماعة دي وظيفتها في الحياة مهما اشتغلت او راحت او جت. طبعا لازم نحط كده في دماغنا ان احنا دي وظيفتنا في الحياة، ان احنا كده ننظف البيت ونهتم بالاولاد. ما انا عارفة ان التربية صعبة بس احنا نحاول على قد ما نقدر. هنا بقى مسكت بقى البلكونة وبدأت اكنسها بالمكنسة. انا بصراحة بحب اكنسها بالمكنسة، اسهل بكتير وبتنضفها كويس جدا. فانت لو عندك نجيلة او بلكونة كده حطي فيها نجيلة واكنسيها بالمكنسة، اسهل لك بكتير. جبت بقى المنشر كده علشان كان عندي شوية غسيل كده ما شاء الله ما بيخلصوش، بس الحمد لله، هنقول الحمد لله على كل حال. بدأت بقى انشر كل الهدوم دي. فدي يا جماعة عايزة اقول لكم الهدوم دي بقالها كده يعني من امبارح على حسب ما كنت بصور الفيديو. المنشر حلو في ايه؟ المنشر حلو ان هو بيسهل على ان انا مثلا لو مثلا ما نكون في الشتاء كده ساعات بدخله مثلا الصاله او كده بنشر عليه علشان الجو بيكون صعب. فده علشان ايه؟ وكمان انا ما عنديش مناشر في الدور اللي انا موجوده فيه لانه يعتبر دور ارضي. فمسكت بقى كل الهدوم، كان حوالي يعني بصراحه كانت هدوم كتير جدا جدا، بس هنقول الحمد لله على كل حال. وزي ما انا قلت لكم هنصبر نفسنا ونقول ان الحاجة دي احنا مخلوقين الحمد لله يعني علشانها. طيب بعد كده جبت المنظمات الحلوة دي. المنظمات دي يا جماعة كانت حوالي ب35 جنيه، انا والله ما فاكرة بس هي ممكن تكون كده. فحبيت بقى الضلفة الطويلة اللي ورا دي. يعني شلت كل الحاجات دي وحطيت بقى مثلا قهوة سحلب اي حاجة حطيت، لان حطيتهم فيها لان الضلفة دي كانت متبهدلة حقيقي من ساعة ما كنت بنظف المطبخ وكده وانظمه. يعني المنظمات دي حبيت ان انا ادور عليها كتير بس لقيتها. فانتوا لو لقيتوها في اي مكان هاتوها. هتحطوا بقى فيها مثلا بواقي المكرونات، لما تحطي مثلا مكرونه في البرطمان بتاعك ويفضل كده شويه هتحطي فيها بواقي مثلا سكر، بواقي شاي، بواقي اي بهارات موجوده عندك هتحطيها. فالمنظمات دي حلوه جدا ومش غاليه. وبصوا بيبقى شكلها حلو قوي قوي في المطبخ، وبتحسسك كده بنظافه وروقان كده في المطبخ. فانصحكم كده تجيبوها. فهي بصراحة شكلها حلو قوي. بصوا يعني مثلا تفتحي الضلفة كده وتحطيها على الرف، حقيقي ان هي سهلة برضو. مثلا لما تيجي تتناولي حاجة او كده سهلة خالص، بتاخديها كده وخفيفة وشكلها في نفس الوقت شيك. في منها الخوص وفي منها البلاستيك، فانا جبت البلاستيك يعني عشان هي مش غالية قوي. بعد كده بقى نيجي على الرخامة. طبعا اي رخامة موجودة عندنا عايزة نظافة، عايزه نظافه. طيب انا هقول لكم اي حد عنده الرخام الجلاكسي ده الاسمر، طبعا من سهل جدا ان هو يتبهدل. فانا هقول لك على طريقه حلوه قوي من غير اي منظفات خالص. في اخر خطوه كده تعمليها، ما تنضفيش اي رخام جلاكسي باي منظفات. هتروحي مثلا شايله كل التراب اللي موجود كده في الاول، وبعد كده عايزه اقول لك يعني في الخطوه الاولانيه ممكن مثلا تستخدمي منظفات، مفيش اي مشكله خالص. انا هنا جبت اللهلوبه، منها ان هي ريحتها حلوه ومتوفره في كل مكان. ولو مثلا لو عايزه تجيبيها من حد مضمون هاتيها من حد مثلا بيبيع منتجات مايوي، دي مثلا ده احلى حاجه. حته كده منها على شويه ميه بتديكي ريحه خطيره ورغوه ما اقولكيش. بتستخدميها في غسيل المواعين، بتستخدميها في غسيل اي حاجه، حتى على البلاط يا جماعه. ممكن برضو ايه، هي اسمها اللهلوبه عموما يعني بتستخدمها في كل حاجه. جبت بقى شويه حته كده ما شاء الله. يعني لاحظوا بقى ان هي رغت كتير جدا، يعني حتى لو جبتي بكم ب5 جنيه صابون سائل مش هيرغي كده. غسلت بقى. انت بنتي بتقولي ازاي ان هم تغسلي مثلا الجلاكسي او الرخام ده من غير اي منظفات وانت استخدمتي هي اللهلوبه؟ بصوا دي اول خطوه. يعني انا هنا استخدمت اللهلوبه او المنظف ده بحيث ان انا اغسل او اشيل اي روايح وكده. طيب قبل ما اكمل، الرخامه دي سالتوني عليها كتير، فانا عاملاها يا جماعه كديكور كده. يعني هو فاض من بتاع الرخام، فانا قلت له اعمل لي قطعتين كده بحيث ان انا احط حته هنا وحته قدامي وانا بطبخ، ان انا اعمل مثلا ايه عليها اي حاجه. المهم لازم تنضفوا تحتيها لو انتوا عملتوها، لان بتعمل ريحه وحشه خالص.
تنضفه مثلا كل شهر كل اسبوعين. بعد كده هتروحي شايله كل الصابون اللي انا عملته ده باللهلوبه. في اخر خطوه بعد كده هتجيبي فوطه دي ما بيكونش عليها اي منظف، لا ملمع ولا اي حاجه. فده سر ان الرخامه تكون كده بتلمع. ما تستخدميش في اخر خطوه اي منظف. بعد كده بقى زي ما انا بقول لكم الرخامه دي غسلتها عشان بتبقى من تحت كده ليها ريحه مش لطيفه. معلش انا مش عارفه اجمع قوي، بس انا بكلمكم بحيث ان انا اخلص لكم الفيديو في اقرب وقت. حطيت بقى الرخامه ولازم تنشفيها كويس جدا. زي ما انا بقول لكم القطعه دي لازم ما يكونش تحتها ميه خالص علشان ما تعملش ريحه كده مكمكمه وحشه. بعد كده بقى خلصت الرخامة على خير. طيب انت لو عايزه تديها لمعة كده لطيفة هتحطي نقطة زيت صغيرة خالص وهتديكي اللمعة البسيطة دي. بعد كده بقى رحت المطبخ وشلت كل المنظفات اللي انا يعني عايزه اقول لكم انا عندي كميه منظفات رهيبه. بحب المنظفات خالص. بتساعدني جدا في تنظيف البيت وكمان يعني بتديني ريحه حلوه. خلصت بقى وعايزه اقول لكم في الوقت ده ما كنتش حقيقي اكلت، يعني كان المغرب وما كنتش اكلت خالص. فانا حبيت ان انا اخلص لكم شويه كده في المطبخ واديكم روتين كده خفيف. جمعت كل المواعين كده في الحوض. وعايزه اقول لكم في طبق لازم تحطوه قدامكم للعيش، لان العيش ده ما يترميش، اوعوا ترموه في الزباله حرام يا جماعه. وبطبق تاني حطوه للزباله، يعني حطوا قدامكم كده طبقين وانتوا بتغسلوا مواعين، طبق للعيش وطبق للزباله. ده طبق اللي حطيته بقى فيه العيش، وبعد كده حطيته تحت الرخامه علشان اديه لاي حد او احطه للقطط او الكلاب او اي حاجه. جيت بقى اغسل مواعين. السلكه دي عايزه اقول لكم رهيبه في الاستخدام. كنت خايفه ان انا استخدمها الاول. جبتها ممكن تلاقيها في اماكن ب10 وب5 و15 على حسب المكان اللي هي بتبيع فيه. جمعت كل الصواني بتاعتي، حبيت ان انا اغسلها غسله كده كويسه جدا. وعايزه اقول لكم في الوقت ده او في اليوم ده نسيت اقول لكم ان انا كنت عامله كده بانيه. طبعا هو اتحرق مني، بس انا عشان كان عندي شغل كتير قوي في اليوم ده فرحت حاطه البانيه ورحت طالعه البلكونه اللي انا كنت مصوره وانا بنشر وكده. بس هو الحمد لله كنت عينت بقى منه طبق علشان اكل منه المغرب وكده. خلصت بقى البانيه وكده، وبعد كده طلعت على البلكونه على طول. دخلت على اوضه الاطفال. عايزه اقول لكم المرتبه دي كنت جايباها بقى من حوالي كده 13 سنه، بس هي كانت بصراحه بايظه خالص. فانا حبيت ان انا اجيب مرتبه يعني علشان تطري المكان، لان بصراحه ظهري تعبني جدا من حكايه المرتبه دي. فجبتها وفرشتها علشان طبعا بتعالج كتير من حكايه ظهر الايام دي. اتمنى النهارده يكون الفيديو كده عجبكم ويكون روتين كده خفيف. لو عايزين روتينات تانية يا جماعه قولوا لي، لان انا بكسل خالص في حكايه الروتين ده وبنزل لكم افكار كتير جدا. ما تنسوش اللايك والشير والمتابعه. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.